السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سوير ومودي، والنهاردة هنعمل فيديو كده جديد. يا رب يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. هنعمل سميد زي ما انتم شايفين. السميد طالع زي الفل اهو، جميل تحفة. اتمنى ان يعجبكم، ويلا بينا على المقادير نشوف المقادير وعملنا السميد ده ازاي اهو. زي ما احنا شايفين مقادير بسيطة مش مكلفة وموجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف المقادير. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. سوير ومودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سوير ومودي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جديد. يا رب يعجبكم الفيديو. فيديو بسيط كده، ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سوير ومودي. اول حاجة نقول يا رب اشفي مرضانا وارحم امواتنا جميعا يا رب. تعالوا نشوف المقادير معانا ايه. عندنا هنا 4 كوبايات دقيق وعليهم رشة الملح. هنعمل النهاردة سميت. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. عندنا 3 معالق هنا لبن بودر، وانا عملت الخميرة. معلقة سكر على معلقة خميرة. شايفين فرت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليها اهي. سبتها 5 دقايق لقيتها عملت كده. يلا نبتدي ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نحط هنا اللبن البودر، وعندنا هنا ربع كوباية زيت، وعندنا مية دافية للعجن. شايفين الخميرة؟ انا بجيب خميرة تركي اللي هي السايبة دي، جميلة قوي، احسن من الاكياس. شايفين؟ هنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض، الملح واللبن البودر. عندنا هنا الخميرة زي ما انتم شايفين كده عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله عليها. هنعجن، وعندنا كوباية مية دافية حسب الدقيق لما ياخد. نحط شوية شوية كده صغيرين، مكترش مية عشان ما نحطش دقيق. كل دقيق بيختلف عن التاني. زي ما انتم شايفين كده. سهل وبسيط، ما هو مش مكلف ولا اي حاجة. نعمله كده للفطار، نفطر بيه. شوية شوية صغيرين كده. هنعجن، وهنا بعد ما عجناها هنحط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعجنها كويس جدا عشان ايه؟ تبقى معانا ناعمة كده، تدينا عجينة ناعمة.
هنسيبها بقى تخمر. بعد ما تخمر بقى ايه نشكلها مع بعض. هسيبها بقى تخمر، هنغطيها ونسيبها بقى تخمر كده براحتها. ودلوقتي بعد ما خمرت اهي العجينة، بسم الله ما شاء الله عليها، هنقطعها كور كده صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كور صغيرة عشان هنضفرها. ودلوقتي بعد ما قطعتهم اهو، نمسك بقى ايه 3 وحدات كده وهنغطي العجينة عشان ايه ما تنشفش مننا. نوسع كده لنفسنا. هناخد 3 هنضفرهم. هنمسك دي كده ونمسك دي كده اهو، نشبكهم في بعض. شايفين؟ هنضفر كده الضفيرة اهي. نحطها هنا كده. عندنا عسل وعليه شوية مية، وهنحط هنا في السمسم زي ما احنا شايفين كده، ونروح قافلينها. ونحطها في الصاج. هنعمل كمان واحدة اوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد 3 كور كده وممكن نعملها على 2 مش على 3. هوريكم برضو واحدة على 2 اهي. شايفين؟ هنقفلها من هنا ونحطها كده، ونيجي هنا نحطها بالسمسم. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هكمل واوريهولكوا بقى في الايه.
ودلوقتي بعد ما هما خمروا، شايفين يا حبايبي عاملين ازاي؟ تحفة اهو. شايفين؟ هدخلهم الفرن. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليهم. هدخلهم الفرن واوريلكوا بعد ما يطلع من الفرن. ودلوقتي بعد ما احنا خلصنا، شايفين؟ تحفة منتهى الجمال. شايفين؟ ما شاء الله عليه اهو. شوفوا من 4 كوبايات عملنا كمية قد ايه. ناكل بقى بشاي بلبن وجبنة وبيض، بالهنا والشفا اللي ياكل. ما شاء الله. اتمنى ان الفيديو عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. سوير وموجي. شايفين؟ ده كمان الكاميرا ظلماه والله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تحفة. عايزين لايكات كده كتير، متنسوناش في اللايك والشير. سوير ومودي، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.